يعني في لحظة الفوران الشعبي قبل سقوط النظام وحتى بعده، كانت هناك مظاهرة لافتة في أحد شوارع تونس تزعمها من يقولون إنهم أنصار حزب التحرير الإسلامي في تونس، وكانوا يرفعون لافتة وشعار كتب عليه: لا للديمقراطية، لا للعروبية، نعم للخلافة الإسلامية. على أي مسافة تقف من أدبيات هذا الحزب؟ على مسافة بعيدة جدا. نحن نقيض لكل هذا الفكر، ونعتبر أن هذا الفكر لا مكانة له في الفكر في التيار الإسلامي المعتدل. هو فكر متشدد، وهو فكر مشوه للإسلام، ولا أساس له اجتهاديا. بالأمس قاموا بمظاهرة في بريطانيا أمام السفارة التونسية يدعون إلى حكم الخلافة وينددون بالديمقراطية، بينما لم يظهروا يوما خلال 20 سنة من حكم الدكتاتورية أو 22 سنة لم يقوموا بأي مظاهرة. اليوم يقومون بمظاهرة ضد الديمقراطية عندما تونس أخذت تتأهب لحكم ديمقراطي. هؤلاء مشبوهون، ولكن هناك على الأقل مشبوه. أقل شيء نقول يعني أن ليس لهم فكر إسلامي مستنير، وأن ليس لهم تصور مستقيم، وأنهم يساهمون في تشويه الإسلام.